السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اهلا وسهلا بيكم في قناتي اتعلم معلم. النهارده ان شاء الله هنقص طقم البياضات الشيك ده. ده طقم جديد، الجبلان ده لسه جديد. هوريكم شكله ان شاء الله بعد ما نقصه وبعد ما نخيطه ونحطه على الانتريه او الصالون. لو اربع كراسي وكنبه هي نفس المقاسات، ولو كنبه كبيره وكنبه صغيره وكرسيين هي برضو نفس المقاسات، لان الكنبه الصغيره بقسمها على كرسيين. احنا قلنا الحلقه بتاعت يوم الخميس ان شاء الله، اللي هي الحلقه دي بنخصصها للقص عموما، سواء طقم كرانيش او بياضات او اي حاجه. وحلقه يوم الاثنين بنخصصها للمبتدئات، من اول ازاي نتني القماش، ازاي نمسك المقص، الحاجات دي كلها. تابعوني في الحلقات بتاعتي وان شاء الله باذن الله هتستفيدوا. ولو في اي تعقيب على اي حاجه سيبوها لي في الكومنتات. نبدا الحلقه باذن الله. بسم الله. اول حاجه هنحتاجها من الجبلان ده، هنحتاج 8 متر وربع. الجبلان ده عرضه 16 سنتي، يعني لو جينا نقيسه كده بصوا 16 سنتي بالظبط اهو. طبعا الجبلان ده احنا عاملينه اوفر من الجنبين. الخامات دي كلها متاحه عندي، الخامات دي الجبلان والقماش الاتنين متاحين عندي. انا في بس نقطتين عايزه اوضحهم، ان انا مش ببيع قماش، يعني مش عندي محل وببيع فيه قماش او معرض او فرشين او الكلام ده كله، لا. احنا مشغل، والحاجات اللي موجوده عندي متاحه ان اي حد يشتريها. سواء اشتريتوها او ما اشتريتوهاش مفيش اي مشكله عندي. لو اشتريتوا من بره القماش وعايزيني اشرح لكم اي حاجه برضو مفيش اي مشكله عندي. بس هي الفكره ان اللي عايز يشتري اي حاجه من اللي موجوده عندي مفيش مشكله، انما ما عنديش يعني معرض او حاجه زي كده انا ببيع فيها، لا. احنا شغلتنا الاساسيه تصنيع المنتجات دي، سواء مفروشات او بياضات او ستاير، والتعليم. دي المهنه الاساسيه بتاعت القناه، يعني الاساسي في القناه التعليم مش البيع. لان انا عامله القناه دي صدقه جاريه على روح بابا الله يرحمه. مش من البدايه عملتها كده، انا من البدايه عامله القناه على اساس للتعليم، لان كتير بيطلب مني هنقص الطقم ازاي، فقالوا لي افتحي قناه. فعلا فتحت القناه ونزلت فيها القص كله، فاي حد بيحتاج حاجه بيلاقيها في القناه، بتبقى الموضوع سهل بدل ما كل شويه نبعت الفيديوهات. بعد ما توفى بابا الله يرحمه القناه كانت واقفه اساسا شويه طوال، ما كنتش بنزل فيها حاجه. بعد كده اي حاجه بقيت بنزلها على روح بابا الله يرحمه. فدي النقطه اللي عايزه اوضحها. النقطه التانية اللي عايزه اوضحها ان انا مش بقبل اي هدايا من اي حد. يعني مش اي حد يجي مثلا يديني هديه على اساس ان انا هنزل اسمه في القناه وهقول ان ده شغله كويس وان ده حاجته كويسه، يا جماعه خدوا منه او اشتروا منه او كده. انا لو نزلت كده بنزلها لوجه الله، بس مش ان انا اخد منه حاجه يجيب لي حاجه كادو مقابل ان انا انزلها له. دي حاجه يعني انا ماشيه عليها. انا الحمد لله مش محتاجه اي هدايا من اي حد، هي القناه بس تعليم. انا عايزه اخد عليها اجر من عند ربنا، بس مش من عند اي حد تاني. فدي النقطه اللي عايزه اوضحها. اللي عايزني انزله اي حاجه، انا بنزل اي حد اي حاجه على الجروب عندي على الواتس بدون مقابل. يا ريت محدش يبعت لي اي هدايا او يقول لي مثلا انا هبعت لك كذا، سواء ان انا هنزل له حاجه في القناه او مش هنزلها. نبدا بقى بسم الله. احنا قلنا هناخد من الجبلان ده 4 متر 4 متر 8 متر وربع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني انا مش هحشر بين الكنب حاجه، انا هزود من قدام لورا. يعني الكنبه عرضها مثلا 60 سنتي، لا احنا خليناها 90، بحيث يبقى فيه مجال ان انت تحطي حاجات من ورا القماش من ورا،
وان هو ينزل بالشكل ده على على الانتريه من قدام. ممكن ان انا اركب الجبلان ده على الاوفر على طول، وممكن ان انا اتنيه بصوا تانية رفنوعه خالص كده، يعني تانية كده صغيره هتشوفوها برده كده على القماش مش هتبان. الفينش ده بيفرق من طقم لطقم، يعني في اطقم بتلاقوها بنفس الشكل ده بس بنفس الفينش بتلاقوها ارخص كتير، بتلاقوا كلها معموله اوفر ما فيهاش اساسا خياطات. طبعا دي غسله وهتلاقوها كلها نسلت، لان الجبلان ده سهل ان هو ينسل. فاحنا عشان نحبس الاوفر، بصوا بنمسك كده من ناحيه الاوفر وبنتني تانية صغيره خالص كده على المكنه، هي مش هتاثر علينا بحاجه، مش هتاخد وقت ومش هتاخد مجهود لان هي تانية بس، وفي نفس الوقت هيبقى انضف وهتبقى امتن مع الغسيل. ده بالنسبه للشرايط. عندك امكانيه ان انت تركبي الشرايط دي على القماش، يعني انت ممكن تحطيها كده على القماش على طول، وممكن تحطيها في الطرف في الديل بتاع القماش بحيث تطولي العرض بتاع القماش. يعني ادي الطرف اهو، ادي طرف القماش اهو، بنقوم حاطينها عليه كده على الطرف على الطاير يعني. دي بتبقى اسهل كتير طبعا، لان دي بتبقى ايه، لما بيتحط على القماش بيبقى عايزه ظبطه شويه جامد من فوق ومن تحت، يعني لما تيجي تخيطيها من هنا عايزه تظبط من هنا بحيث ما تبقاش ملوحه مثلا كده وانت بتخيطي. فعشان نتفادى العيوب دي فبنقوم عاملينها على الطاير، وفي نفس الوقت بتدينا طول. وكمان دي خامتها حلوه، يعني خامتها تقيله مش خفيفه، ان انا احطها على الطاير ده احنا كنا بنحط التل على الطاير وكان برضو بيبقى حلو مش مفهوش مشكله. فدي اساسا تقيله وحلوه. الخامه بقى بتاعت طبعا ده عشان اول التوب ده بيجي توب على بعضه كده، ده 12 متر وهو المفروض 12 متر ونص، بس انتوا لما بتيجي تقيسوه بتلاقوه 12 متر وربع. ده بنهايه التوب بتبقى كده يعني. دي طبعا بنقصها بنتفاداها، لان الشانيليا انواع كتيره في السوق مش نوع واحد، في انواع بتوصل ل 150 جنيه المتر، انا جايباها عندي بس جايباها في ستاير. خامتها طبعا غير كده خالص. بتبقى هي مش تقيله، بس بيبقى الفرق بين الخامات في الفراغات دي. بصوا شايفين الفراغات دي اللي هي عامله زي عارفين الشوال بتاع الدقيق، في شوي او شوال الرز، شفتوا الفراغات كده اللي بيبقى مش بيبقى خيوط بالطول وبالعرض، هي الشانيليا بتبقى كده خيوط بالطول وبالعرض. فهنا بصوا شايفين دي حد جابها من السوق وعايزني اعملها له بياضات، يعني هو قريبنا يعني مش غريب، لان انا ما بعملش لحد غريب ما بنفسرش يعني لحد جايب لنا حاجات من بره، بس اللون ده ما كانش عندنا، فهي جابت اللون ده من السوق عشان نعمله. طبعا الخامة سيئة. بصوا الفراغات كبيرة جدا بين هنا ممكن ما تكونش واضحة في الصورة بس في الطبيعة واضحة. عامل زي الشوال كده، خفيف قوي وخامتها يعني مش حلوة خالص. تعالي بقى تشوفي الخامة اللي احنا شغالين فيها اللي هي دي. بصوا الفراغات بتاعت هنا تلاقيها ضيقة، كل ما الفراغات دي اللي بين النسيج بتاع القماش ضاقت كل ما كانت الخامة أعلى، كل ما كانت الفراغات دي أوسع كل ما كان الخامة أقل في الفلوس وأقل في الجودة. بصوا الفرق بينهم هما الاتنين، أنا مش عارفة هيبقى واضح قوي في الكاميرا ولا لأ. ده الفرق بين دي وبين دي. بصوا هنا من الظهر هو بيبان قوي من الظهر، وبيبان بصوا الظهر اهو بيبان من الظهر، وبرده بيبان من الوش، يعني برده الوش ده غير ده. بصوا لو بصينا هنا هتلاقي ان الوش بتاع الرمادي تحسيه فيه لمعه كده خفيفه، انما ده تحسيه ايه مطفي شويه. طبعا اللي بيعرف الحاجات دي اللي احنا اللي بنعرفها، ولو بنحط الاتنين جنب بعض بتعرفيها، تعرفي الفرق بين دي وبين دي. دي اول حاجه. طيب هنبدا بقى بسم الله كده نقص. طبعا احنا محتاجين 4 متر 75 عشان بس اظبط لكم المقاس للطقم ده، طبعا بالمناديل بتاعته، وممكن كمان يطلع مفرش ترابيزه زي ما هنشوف دلوقتي. احنا بنيجي كده عند القماش، طبعا 4 متر 75 سم بيبقوا مفرودين على بعض، بنيجي بنطبقهم على 4 قطع اهم. ادي 1 2 3
4 ادي 4 قطع بنطبقهم على بعض بالظبط، يعني مفيش حاجة طالعة ولا نازلة. يعني باجي هنا عند البرسل اللي هو ده، لان دي كده طويلة، هو عرضه 1.35 متر. يعني بصوا عرضه من هنا ده البرسل في الاخر، وهنا البرسل، وهنا البرسل، يعني هنا اوله وهنا اخره. عرضه 135 صافي. طبعا كل ما الخامة هو المفروض 140، يعني هو ده تلاقيه مثلا 137 138. كل ما الخامة بتبقى اقل جودة بيقل الحجم. يعني هتلاقي مثلا في اللي انا لسه موريه لكم من شوية عرضه 135، اقل من 135 حاجة بسيطة. فانت بتيجي هنا من عند البرسل ده، بتقومي حاطة البرسل على البرسل كده، الاربعة على بعض، لان انا مقسماها على 4 قطع. لازم تظبطيهم كويس عشان ده اللي هاخد منه المناديل. انا همسك كده هاخد من العرض هنا 45 سنتي، يعني ادي العرض ادي البرسل، وادي البرسل هنا، هاخد من هنا من الحته دي كده 45 سنتي. ايه ال 45 سنتي دي؟ المناديل. مناديل عملتها بوزن مخدات، عملتها مفرش ترابيزه، اعملها اي حاجه. طبعا ده لو عرض عرضين اللي هو عرض 280 بيختلف القص تماما، بيبقى غير كده. انا بتكلم عن اللي عرضه 1.40 متر. ال 280 بيبقى اخف شويه من دي، اخف شويه في الخامه. هنا هاجي هنا هعلم بس كده عشان اعرف اقص خط مستقيم يبقى كلهم حته واحده. انا عايزه اطلع ال 45 سنتي دي حته واحده عشان اعرف اشتغل عليها واعمل بيها الحاجات. يعني ما ينفعش اجيب القماش كده واقوم قصه ال 184 اللي هي الكنبه الكبيره، ال 144 الكنبه الصغيره، الباقي هسيبه للكراسي 73 74 زي ما يجي. انا ظبطت القياس ده عشان تجيبه بالظبط 5 متر الا ربع. ما ينفعش اقص كل واحده كده منفصله واجي من عند العرض الحته اللي هتبقى لي ال 45 مش هتعمل لي حاجه. انا عايزاها طويله على بعضيها عشان اعرف اتصرف فيها. فباجي هنا بقوم معلمه كده من عند البرسل هنا، بقوم معلمه كده 45 سنتي واعمل علامه بالقلم عادي، واقوم جايه من الناحيه التانية اللي هي دي، واقوم معلمه كده برضو 45 سنتي، واقوم عامله علامه، واقوم موصله الاتنين ببعض. يعني اوصل دي بدي، ممكن اعلم في النص كده لان المسطره مش هتطول، اعلم في النص كده برضو 45 سنتي، واقوم موصله التلات حتت اللي انا علمتهم دول ببعض. الاول اوصل الحتتين دي، اوصلهم كده، وبعد كده اقوم موصله ايه الجزئيه دي كده عشان تطلع لي ال 45 سنتي مفروده مظبوطه بالظبط. هاجي بقى اقوم عادله القماش كده عشان اعرف اقص. طبعا ايدي ماسكه القماش عشان ما يجريش مني، هو اساسا كده كده ما بيجريش، هو ماسك نفسه، هو الشانيليا بيبقى ماسك نفسه وتقيل غير القطيفه خالص. بقوم قايله بسم الله كده واقوم ايه قصه، امشي على الخط بالظبط. طبعا انا بدوس كده على المقص عشان دي تخانات، فبنمشي ايه واحده واحده. بصوا القص اهو مظبوط مفيهوش اي مشكله. طبعا انت لو عندك كميه كبيره في حاجه اسمها مقص دار ينفع في الحاجات دي بس، انما ما ينفعش في ملايات ولا الكلام ده. الحاجات دي بتمشي بيه بقى ايه خط مستقيم، بس بتبقى مش تخانات زي كده، بيبقى تخانات كبيره قوي عن كده. يعني مثلا لو هتعملي كميه كبيره يعني ممكن توب حلو، تقومي تانية زي كده وتقومي ايه وتقومي عاملاه كده. خلاص خلصنا، طلعنا الحتتين الجزئين. الجزء ده عرضه 90 سنتي، الجزء ده عرضه 45 سنتي. ده هقول لكم هنعمل فيه ايه. هنركنه كده. ده بقى هنبدأ ناخد منه المقاسات اللي احنا عايزينها. احنا عايزين منه ايه؟ عايزين كنبة 1.84 متر، هي المفروض 1.80 متر، بس انا عشان اظبط المقاس يبقى 4.75 متر بالظبط. هاجي اقيس من هنا 1.80 متر، 1.84 ادي متر، 84، واقوم قسمها كده اظبطها. طبعا اعتبر ان ده اظبط الخياطات كده على بعض من هنا من الطرف ده عشان يطلع لي كده القص مظبوط من هنا. بسم الله. دي كده اول كنبه. تمام. في خطوه تانية هنعملهم فيهم
بس ايه، بعد ما اقصهم كلهم مع بعض عشان اوريكم اتجاه، لان الشانيليا ليها اتجاهات، يعني ليها حته فاتحه وحته غامقه، فعشان نظبط يبقى كله في نفس الاتجاه. تاني جزئيه هنقصها 144 اللي هي الكنبه الصغيره. طبعا ال 144 دي لو ما عنديش كنبه صغيره بقصها، بخليهم اكياس، يعني بمسك الحته دي كلها واعملها على 4 تديني 4 اكياس، 4 قصدي كراسي. لو هي كنبه و4 كراسي بمسك الحته دي على بعضها وبقسمها ايه على 4. ادي الكنبه. الجزئيه بقى اللي اتبقت دي بقوم قسمها كده بالنص اللي هي الكرسيين، وزي ما يجوا بقى، يعني بصوا هم جم 74 سنتي كده. خلاص خلصنا الطقم، قصينا الكنبتين والكرسيين. اجي بقى اظبط انا هركب فين التل او الجبلان. انا هي دي من هنا لهنا، هو ده الايه الطول العرض كده بتاع الكرسي، يعني الكرسي ليه مسند من هنا ومسند من هنا. يبقى الجبلان هيركب عند الجزئيه دي اللي هي على البرسول اللي هو ده، او هنا على القص اللي انا قصيته. طبعا انت لو مسكتي كده دي وحطيتي عليها الجزئيه دي، بصوا كده هتلاقوا الاتجاهين دول زي بعض. انما لو لفيتي دي كده كده اهو هتلاقي ان هنا في واحده فاتحه وواحده غامقه. دي هي التمويجه اللي بيعملها الشانيليا او القطيفه عموما، فلازم الاتجاهين يبقى زي بعض. انا بعمل ايه لما باجي اشتغل عشان اعرف الاتجاهات؟ باجي في حته منوره زي كده وبقوم عامله الاتجاهين زي بعض. انا عايزه اعملها على الجزء الفاتح بعملها، عايزه اعملها على الجزء الغامق بعملها. انا دايما بشتغل على الايه، على الجزء الفاتح، يعني في معظم الاوقات، وعلى حسب برضو الدرجه اللي احنا عايزينها. فبقوم لفاها كده، اجيب الناحيه دي وبالقلم او بالمرك او باي حاجه، واجي من هنا من الظهر واقوم عامله علامه كده عشان اللي هيركب يعرف ان هو هيركب في الجزئيه دي. وهنا نفس الحكايه، او عامله علامه كده. اجي للكنبتين التانيين اللي هم دول برضو اخليهم كده في نفس الاتجاه اهو، ده كده اتجاههم نفس الميه بتاعتهم، اقوم عامله علامتي كده. طبعا العلامه دي بعملها اللي هي من عند البرسل هناك، وهنا القص. لو جيتي لفيتي دي كده الكنبه هتلاقيها غمقت، تلاقي دي غامقه ودي فاتحه. طبعا لو حطيتيها على الانتريه او على الصالون هتحسي ان هي ايه، لونين مش لون واحد. دي تالت كنبه، رابع كنبه. باجي كده برضو من عند الظهر واعمل علامه كده، بس هما كده هيعرفوا لما بيجي يركبوا، بيعرفوا ان التركيب عند العلامه. كده خلص الطقم. نيجي بقى نشوف المناديل هنعملها ازاي. المناديل انا عايزاها 45، هي دايما بتبقى مربعه. انا عندي العرض هنا 45، فعايزه الطول برضو 45، فبقوم قايسه 7 قطع 45. طبعا احنا هنا لو جينا نحسب ال7 قطع في 45 ب3 متر و15 سنتي، يبقى انا ممكن اعمل ايه، اقيس كده ادي متر، مترين، 3 متر، عشان يطلع لي المناديل كلها نفس المقاس. يعني ما اخدش، ما امسكش ايه منديل كده واقوم ايه واقوم قصاه، لا. اهي دي كده اللي اتبقت لي، دي ممكن اعملها مفرش ترابيزه واقول لكم نعمله ازاي. هاخد دي الاول، هطلع منها 45 سنتي اللي هو اول منديل، وبقيه القطعه هقسمها على طول على 6، عشان مش هينفع اقسمها على 7 لان ال7 عدد فردي مش هينفع اقسمها عليه. ادي ده اول منديل. اللي اتبقى ده بقى هقسمه كده على 6 قطع. 6 قطع ازاي؟ هقسمه الاول بالنص، وبعد كده بقوم قسماه على 3 كده وكده، عشان يطلع لي ال6 نفس المقاس بالظبط، ما يبقاش واحد كبير وواحد صغير اهو. واقوم قصاهم من الجناب كده. عملت 7 مناديل وعملت كنبتين وكرسيين. هنوريكم بقى هنقفلهم ازاي على المكنه. هنوريكم طبعا في جزئيه واحده مش فيهم كلهم. ادي ال7 مناديل
بعمل ايه في السبع مناديل دول؟ طبعا كله بيتعمل اوفر حوالين داير، كله سواء دول او الكنب او الكراسي او اي حاجه من الحاجات دي، كلهم بيتعملوا اوفر. باجي من هنا من اي اتجاه، بس يكون ايه الاتجاه العدل، يعني مثلا انا همسك الاتجاه ده يبقى كله الاتجاه ده زي ما وريتكم كده في الكراسي وفي الكنبه. وبحط جبير ورد، اللي هو الجبير الورد الصغير ده، بحطه هنا على شكل 7. دي حاجه. انا ممكن احط الجبلان ده على طرف الكرسي المنديل، بس هحطه ازاي بقى؟ هحطه على القماش كده بس من ناحيه واحده عشان يبقى نفس شكل الانتريه، يعني مش هحط جبير ورد وهحط ده. انت عندك الخيارين، عايزه تحطي ده حطي، عايزه تحطي التاني حطي، بس انا حساباتي ان هو الجبلان بياخد 8 متر وربع بالمناديل، انما من غير المناديل هياخد العدد الامتار اللي قصيتيها في القماش. احنا قصينا 4 متر 75، يعني قولي هياخد 5 متر مثلا، عشان ايه؟ لما بنيجي نشتغل الجبلان ده بنريحه فبياخد في القماش. يبقى انت لو هتحطي على المناديل جبلان هتاخدي 8 متر وربع، لو هتحطي على الكنب بس والكراسي هتاخدي 5 متر. لسه الجزئيه دي ما قلناش هنعمل فيها ايه. انا دي لو شفتها كده ممكن اعمل فيها ايه؟ في عندك حل، في عندك كذا اقتراح. ممكن تعمليها مناديل وتتحط مفارش على اي حاجه عندك، على ترابيزه، على اي حاجه، يعني على المساند مثلا بتاعه الكنب بتاعه الكراسي، ده حل. لو هنعملها ابواز مخدات بعملها ازاي؟ باخد 55 سنتي اهي، بقسم دي على 3، على 3 قطع، بقسمها كده بحيث تديني يعني 55 57، هنشوفها دلوقتي هتيجي كام. بقسمها كده على 3 قطع، ادتني ايه؟ 54 سنتي. هي دي هتديني 3 فردات ابواز مخدات. ازاي 3 فردات؟ طبعا انا ممكن اعملهم 2 لان المخده بتاخد بوز مخده من هنا وبوز مخده من هنا، والتالتة دي ممكن اعملها ايه؟ اي حاجه، مفرش او اي حاجه. بعملها ازاي ابواز مخدات؟ بتبقى زي ما هي كده. طبعا العرض عندي بتاع المخده 45 اللي هو العرض ده، بقوم تانياها كده بالنص، وبقوم عطلها من هنا استك، قفلاها من هنا ومن هنا. طبعا اهي متنيه، بتتقفل من الجنبين من هنا ومن هنا، وبتحط استك حوالين داير، بقت خلاص مدوره كده قدامي، بتحط لها استك حوالين داير وبقت بوز مخده. طيب انا مش عايزه اعملها بوز مخدات، ممكن امسك دي كده القماشه دي، لان هيجيلي 3 فردات، انا مش هعمل بيهم حاجه. 3 فردات، انا عايزه 4 فردات. لو عندك انا مخدتين على السرير، او لو عندي مخده واحده هتنفع. طيب انا ممكن اعملها كده، هي طولها كده 80 سنتي. ممكن اعمل ايه؟ اقسم ال 80 دي كده بالنص، واراعي الاتجاهات بتاعه التمويجه بتاعه اللون، واقوم مشبكاهم كده في بعض. يعني بصوا انا بشبكهم اهو، هما كده اللونين دول كده زي بعض، غوامق. عايزه اعملها الناحيه الفاتحه اعملها، اشبك دي كده في بعضيها، واقوم حاطه لها هنا من النص عشان اداري التشبيكه اللي انا شبكتها دي، احط لها من النص هنا الجبلان ده كده. بقى عندي مفرش للترابيزه، بقى انا عملت مفرش ترابيزه، وعملت 7 مناديل، وعملت الطقم كامل. طبعا ده كل الخيارات موجوده عندك. احنا لما بنيجي نعمل اطقم زي كده ما بنعملش يعني ما بنقصش دي بنسيبها زي ما هي، اللي اتبقت معانا دي بنسيبها زي ما هي، بنحتاجها في ابواز مخدات بعد كده. كده خلصنا الطقم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو في مساحة من الفيديو، يعني لو لقيت الفيديو مش طويل قوي ممكن نقفل الطقم النهاردة. لو مش لو طويل هنخلي تقفيل الطقم للمرة الجاية. وهوريكم ازاي تظبطي بالظبط الجبلان على المناديل او على القماش عشان ما يحوتش منك او يورم، سواء في المناديل لان احنا هنركب للمناديل الجبلان، انما البياضات هنركبها على الطاير. طبعا اللي عجبه الفيديو يا ريت ما يبخلش علينا بلايك واشتراك في القناه ويفعل الجرس لو هو لسه ما اشتركش، لو هو لسه ما فعلش الجرس.
ويا ريت مشاركات عشان يوصل لاكبر عدد، لان في كتير بيسالوني على حاجات انا بكون منزلاها في القناه. مشاركات عشان الكل يستفيد. في بس جزئيه عايزه اوضحها ما قلتهاش في الفيديو، لان احنا لما جينا نعمل الكيس المناديل، احنا اول مره نستعمل الجبلان ده. لما جينا نعمل المناديل احنا كان حساباتنا على اساس ان المنديل هيتحط له الجبلان كده من ناحيه واحده، فاحنا بنركبه لقينا شكله هيبقى احلى لو حطيناه كده، لو حطيناه بالمنظر ده، يعني يبقى ايه، يبقى واخد الشكل ده. طبعا ده هيختلف مقاسه كده. هحتاج من الجبلان ده بدل ما 9 متر وربع زي ما قلت، هحتاج بدل 8 متر وربع هحتاج 9 متر ونص، لان دي كده هتاخد اكتر من ما احطها بالعرض. لما احطها بالعرض هنا هتاخد 45 سم، لما احطها كده هتاخد اكتر من 60 حاجه بسيطه. فدي في ايديكي ودي في ايديكي. حبيت بس اوضح لكم عشان احنا ده الشكل اللي عجبنا، فده اللي احنا هنعمله. هنقصه ازاي؟ انا قست دي بالظبط لقيتها 64 سنتي، يبقى انا هاجي كده وهقيس من هنا 64 سنتي اهي. طبعا 64 في كذا منديل اللي انا عايزاه، في اللي هم السبع مناديل اهي. واقوم جايباها كده، احط الطرف ده على الطرف ده واقسمهم كده بالنص عشان اعمل هنا فرد اركب عليه البوستين، عشان البوستين يطلعوا زي بعض بالظبط اهو. الفرد ده يعني اقسم لي دي كده بالنص ودي كده بالنص. اقوم جايبه المنديل اهو، احطه كده على ظهره، احط دي كده وشها ليا، ظهرها ليا، وبحط دي وشها ليها، يعني وشها لتحت وظهرها ليا، يبقى كده الاتنين ظهرهم ليا. واجي هنا عند السبعه دي احطها عند الفرد اللي انا خدته، والسبعه دي احطها برده عند الفرد اللي انا خدته. كده انا ظبطت السبعتين دول، خليتها كده في النص بالظبط. انا بقول لكم على الحاجات دي لان احنا دلوقتي لما قصيناها فضلنا نجرب نشوف انهي اسهل طريقه، فدي اسهل طريقه. يعني الاول ما خدتش فرطات، اشتغلت على طول، بس لقيتها واربه سنه، فعشان كده بقول لك الفرطات دي اسهل حاجه. اهي بقت دي قد دي بالظبط كده. لو المقاس ده 45 في 45 زي ما احنا قصينه، دي هتبقى 64 بالظبط. برضو قسيها يعني شوفي هي ايه، هي كام بالظبط معاكي. وقومي قصه دي كده بالراحه، السبعه دي والسبعه دي عشان نساوي القماش، يبقى ايه، يبقى من هنا من الطرف ده قد الطرف ده، ما تبقاش لوحه، عشان لما تيجي تخيطيها من النص ما تبقاش لوحه معاكي. اهي كده خلصناها، نيجي نعدلها. بصوا شكلها بيبقى عامل ازاي اهي، على قديها بالظبط. يا دوبك بعمل اوفر حوالين داير وبخيط هنا وبخيط هنا. طبعا احنا عشان اول مره نعمل الجبلان ده، فبحب اوريكم كل حاجه فيه، اللي عملناها غلط واللي عملناها صح. انت اختاري براحتك. يعني انا هنا في الاول قلنا شريط الجبلان هنحطه كده بالعرض، لقينا لا شكله بالطول كده احلى، فقلنا هنعمله اوفر من هنا. هو كده كده معمول اوفر، هنركبه كده على الاوفر ونتني حوالين داير. طبعا ده كله هوريهولكم في التسطيب، هنركب ازاي دي على الاوفر السبعه دي ونظبطها، وهنركب ازاي حوالين داير، يعني نتنيها ازاي حوالين داير. خلاص. فلقينا ان شكله برضو ايه مش قد كده، لان انا لما باجي اركب الجبلان ده على الطقم نفسه بنتني الحته دي، يعني بنتني الحته دي كده، بنتني الاوفر وبنركبها، بيبقى الابيض بس اللي باين. فروحنا مركبين واحده تانية اهي. بصوا شكلها احلى طبعا من دي، انا شايفاها احلى من دي. بصوا انتوا قدامكم الاتنين اهي، اللي احنا ركبناها على الاوفر سيبناها زي ما هي، واللي احنا تنيناها خليناها باين الخط الابيض ده، يعني تنينا على الخط الابيض. طبعا في الاوفر ليها طريقه مختلفه في التركيب، دي غير دي. فدي لما بنيجي نركبها بنركب على طول كده، انما دي لما بنيجي نركبها على الاوفر، لان انا بعمل اوفر الاول، فبقوم تانية الطرف ده سنه كده هنا واحنا بنقفل. هوريكم هتتقفل ازاي على الاوفر وعلى المكنه، بس حبيت اوريكم الفرق في المناديل بين ده. بصوا اللي احنا يعني في التسطيب، في ناس ايديها حلوه في التسطيب بتطلع الحاجه النظيفه، وفي ناس ايديها في التسطيب مش قد كده، وفي ناس بتستسهل. ده سهل ان انا اعمله على الاوفر بتاعه خط مستقيم وخلاص. ده فيه شغل شويه بس انضف، ده انضف من ده. برضو في التركيب على الانتريه نفسه او على الكنب نفسه،
ده سهل، بتاخدي خط دغري وخلاص. ده لا، ده بيبقى فيه شغل شويه لان انت بتتني. التاني ده بياخد شويه من الوقت وبيبقى لازم ايديكي تبقى نظيفه في الفينش. حبيت اوريكم الفرق بين الاتنين، واستنوني بقى في حلقه التقفيل، لان كده مش هينفع نقفل في نفس الحلقه، لان في كده كذا اوبشن في زياده في المناديل. ما مش هنعملها بقى زي ما بنعملها الطريقه السهله، لا، احنا هناخدها كده خط بالعرض، وفي الكنب نفسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.